يا مرحب بيكم في براح مع داليا حسام، مساحتك ومكانك اللي بيعبر عنك وعن كل اللي جواك، اللي قادر تقوله واللي مش عارف تعبر عنه. انت هنا مسموع ومفهوم حتى من غير ما تتكلم. افتح قلبك واستقبل كل اللي محتاجه من سلام وأمان وراحة وطمأنينة. النهاردة احنا لسه مكملين في رحلة شفاء، ولأن الشفاء مش مجرد لحظة أو فترة قصيرة، دي رحلة مستمرة تحتاج صبر ووعي وحب للنفس. بعد ما اتحررنا من جراحنا وشلنا الأحمال اللي شايلينها، لازم نعرف ازاي نحافظ على توازننا ونستعيد نورنا ونحمي نفسنا من جديد من أي حاجة ممكن تحصل تاني في حياتنا. الرحلة دي مش سهلة، لكن برضو مش مستحيلة. هي بتحتاج دايما دعمنا لأنفسنا أولا، ودعم الناس اللي حوالينا لينا، ودعم المختصين لو احتاجنا ده. في الحلقة دي هنتشارك معاكم نصايح وأفكار وتمارين تساعدنا نعيش حياة أكثر اتزان وسلام. رحلة حقيقي نستحق إنها نكملها ونعيشها. وصلنا للراحة والتعافي من جروح يمكن دامت سنوات تنزف وتألمنا، ووصلنا النهاردة لنسخة متشافية من ذواتنا. ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ بعد ما وصلنا لحالة التشافي ده محتاجين نحافظ عليه. مم. كتير لما بيبدأوا الرحلة وبيدوقوا طعم التشافي ربنا بيختبرهم، شوفهم هيصبروا وهيكملوا ولا لأ. مم. فاحنا هنختبر، فيا ترى أنا هكون قد الاختبار ولا هبدأ أقع والف وارجع لنقطة الصفر تاني. مم. فلما يعني أختبر مفيش حاجة اسمها ان انا جرحي تشافيت منه تماما وعملت 3 جلسات مع ثيرابيست والحمد لله تحررت من الصدمة دي، ولكن طول الوقت هيبقى محتاجة تأكيد ويقين ان انا متوازنة ولا لا. هي الجرح اللي احنا يعني بنتشافى منه هو فعليا بنتشافى منه تماما، ولكن احنا ما مرناش بالجرح ده بس. مم. احنا في طبقات كتير، دايما بشبه كده المشاعر طبقات. فاحنا بنشيل طبقة النهاردة، في طبقة جديدة هتظهر لنا. مم. ليه؟ علشان مع الطبقة الجديدة اللي هتظهر في نسخة جديدة مني أنا محتاجة أتعرف عليها. مم. فلما أختبر فأنا هطلع لليفل أعلى، فأنا هكون مستعد للليفل ده ولا عايز أفضل في الليفل الأولاني اللي أنا موجود فيه. فكل ما يبقى فيه اختبار يعني فيه تزكية وفيه ترقي للليفل احسن ومرحلة افضل. طيب بالظبط. ايه شكل الحياة لو احنا قلنا شجعنا الناس انها تخوض الرحلة دي؟ مم. إيه لو قلنا نظرة مستقبلية، النسخة اللي بعد ما مرت برحلة الشفاء وتشافت تماما فعلا، حياتها شكلها ايه؟ تأثيرها على نفسها، حياتها الشخصية. هي بتبقى نسخة كده متقبلة مم. لكل شيء. في ألم فأنا متقبلاه، في فرح وانبساط فأنا برضو متقبلاه. بتعرف تمارس القبول فعلا. بالظبط، هي خلاص هي فهمت الدنيا ماشية ازاي، اللعبة مم. ماشية ازاي. مم. هي فعلا لعبة. كل ليفل جديد أنا بختبره بيطلع أحسن نسخة مني. مم. فلو أنا في النسخة الجديدة هكون عايشة ازاي؟ هكون عايشة حالة تقبل، هكون مستنية الليفل الجديد اللي انا هطلع له، فبالتالي هبقى مستعدية للتحديات دي، هبقى مستمتعة مم. حتى وانا مم. بتألم انا مستمتعة لاني عارفة في نسخة جديدة بتتولد. هيبقى هو عندي انا زي ما انت قلتي انفعال شعور القدرة اللي قلتيه في الحلقة الأولى، اللي بالظبط هو كده. المتزن. أنا عارفة إن أنا أقدر أمر بأي حاجة وهعرف أخطي كل حاجة وهوصل لكل اللي أنا عايزاه، بالظبط فشعور مريح جدا وفي وهبقى معاه مطمنة. طمأنينة. لسه بصي بالظبط. بنقول مع بعض. طيب إيه انعكاس ده في علاقاتي بقى لما أكون نسخة متشافية؟ في العلاقات لما أكون النسخة متشافية مش هكون كل حاجة بتحصل من الشخص اللي قدامي هاخدها بشكل شخصي عليا. مش هيبقى مم. فيه الندية اللي موجودة طول الوقت، مش هيبقى فيه ان كل حاجة انا باخدها عليا، ان انت بتنتقدني، ان مم. انت بتلوم عليا، ان انت. بصراحة لا. مشاكل كتير هتختفي. عارفة. هتختفي من ما بين الشركاء في الحياة الزوجية أو الشركاء في العمل كتير، لأن احنا فعلا بالظبط. بنتعامل مع بعض من نضارة صدماتنا. بالظبط النضارة. مم. انا وانا بتعامل في النسخة الجديدة انا كأني بالظبط كنت لابسة نضارة ملوثة عليها أتربة، فانا نظفت النضارة دي فبقيت شايفة كل الصورة صح. واحد على حياته. مم. لو اللي قدامي فعلا شخص مش مناسب اتعامل معاه هعرف احط حدود كويسة جدا. لو ده بره دايرة العلاقات القريبة هطلعه بره حياتي كده، خلاص انت مم. مالكش مكان في حياتي لو انت مش هتلتزم بالحدود اللي انا عايزة احطها شعور القيمة. بتاعتي. بالظبط كده. مم. لو انت شخص جوه الدايرة بتاعتي هعرف ازاي احمي نفسي نفسيا، مم. او هعمل حدود نفسية
وبرضه مش هتأثر عليا بالأذى اللي بيجي لي منك. مم. هعرف اعمل ده كويس جدا، مش هبقى ضحية بقى. مش هبقى ضحية بالظبط. مم. هبقى شايفة لو في حاجة جديدة بتحصل وبدأت تأثر عليا جديدة غير اللي أنا طلعت منه قبل كده، طب يا ترى جاي يقول لي إيه المرة دي؟ مم. فهبدأ أشوف كل حاجة بشكلها الحقيقي. كدرس، افهم بالظبط. رسالتها وافهم درسها، مش هاخدها فعلا على ان هي حفرة انا واقعة فيها مش هعرف اطلع منها، هو انا ايه اللي وقعني واطلع ازاي. يعني هبقى نظرتي ايجابية لحد ما، جميل جدا في العلاقات. طب النسخة المتشافية دي، هل الشفاء ده ليه اثر على حياتي المهنية بقى والمالية؟ يعني الحتة دي بقى عايزين نتكلم فيها فعلا. بالظبط. يعني هل انا لو ما خدتش رحلة الشفاء دي، مم. هل هلاقي في تعطيل كبير مهنيا وماليا عليا، والعكس برضه لو تشافيت؟ بالظبط. لو هنتكلم مثلا، عشان أنا الفئة الأكتر اللي بتعامل معاها دايما الكوتشز، فلما الشخص بيكون عنده جرح من الجروح اللي احنا اتكلمنا فيها، وليكن جرح الرفض، بيأثر ازاي على شغله؟ هتلاقي لو انا عايزه ابدا اوسع شغلي، اظهر اكتر، مش هتعمل ده، او مش هيعمل ده. ليه؟ لان هو خايف يظهر فيترفض. امم. فهبدا اتقوقع على هيعطل. نفسي، وهضيع فرص كتير جدا جدا بتجيلي علشان انا خايف اظهر فاترفض. لو شخص عنده جرح الهجر، ويأثر ازاي على شغله، هتلاقي مثلا عميلة عندي كان كل ما بيجي لها عملاء كتير هي بتتخض من وجودهم، امم. وبيبقى صوت داخلي جواها انا مش عايزة العميلة دي تجيلي. لما بدأنا ندخل لقينا ان وراه في جرح فقد، في جرح هجر موجود. امم. وده كان مؤثر مش بس على الجانب الشغل، أثر كمان في جانب المال. ان هي بدأت لما بيجي لها فلوس كتير هي خايفة يكون اصلا معاها فلوس. كان نتيجة لحاجة تانية برضو حصلت لها في حياتها، ان كانت مامتها دايما بتقرر الناس الأغنياء عندهم مشاكل، ممكن يفقدوا أولادهم. في اللحظة دي من كتر تكرار ده اه، بدأت تكون اتبرمجت معتقد عليه. واتبرمجت على ده. فده بدأ يأثر عليها، مش قادرة تستقبل عملاء جديدة، مش قادرة تستقبل مال. وحرفيا من بقها كانت طالعة كده، أنا ما برتاحش إلا لما الحساب بتاعي في البنك يصفر، كده ارتاح. أجيب امم. الفلوس حلو جدا، ولكن ألاقي اصرفها نفسي بسرعة لاني خايفة من جهاز العصبي وجودها. مش مرتاح. ليه؟ هو امم. ده حالة خطر بالنسبة لي. ده جرح ايه؟ ده بيكون يعني مثلا في الحالة دي كان كان ده جرح الفقد. امم. مامتها من كتر ما هي كانت دايما تقول ان الاغنياء بيفقدوا اولادهم اه، او بيفقدوا شخص عزيز هتخزن جواها عليهم، خدت الخوف ده. صدمة فقد. امم. في اللحظة دي هي حتى مش بس ده، بدأ يأثر عليه. خلي بالك شوفي، بيأثر على كذا جانب. بدأ يأثر على الشغل، مش عايز تستقبل عملاء، مش عارفة تستقبل فلوس، وبالتالي لما الفلوس بتكتر معاه على طول الجهاز العصبي بيطلع ده، امم. بيخليها تصرفهم بسرعة جدا. امم. الحاجة الثالثة، عندها خوف بشكل مستمر على بنتها. ليه؟ ما هو ارتبط معاها وجود المال بان هي ممكن تفقد حد هتفقدها. قريب منها. فقد ايه ممكن كل كلمة جوانب حياتها كده يعني، بيسمع في كل الجوانب. اجتماعيا ومهنيا وماديا، كله كله بالظبط. بايظ عشان جرح واحد. بالظبط. طب انا بقى لما اتشافى واطلع بره الدايرة دي، ايه اللي بيحصل؟ الشخص اللي عنده جرح الفقد، انا خلاص تشافيت، هبدأ استقبل عملاء اكتر، امم. هبدأ استقبل المال. هعرف ازاي حافظ عليه. مش حافظ ان انا ابقى بخيلة، امم. لا، بس هبقى عارفة إدارة، استمتع يعني إدارة واديره للمال. بشكل صح. مش هبقى جهاز العصبي مش مستريح لوجودها، فبالتالي يعني بطردها بسرعة. امم. لا، هبقى حاسة بأمان في وجود المال. هبقى مطمنة على بنتي، لأن هي كانت دايما بتصحى من أعز النوم على إنها تشوفها. بتحلم إن هي بنتها لا قدر الله حصل لها شيء. امم. فبالتالي هي قاعدة طول الوقت في قلق وخوف. امم. فلا، هيبقى الشخص عايش في استقرار وأمان أكتر. طمأنينة. بالظبط كده. امم. فهو حرفيا الجروح اللي بنتعرض لها في الطفولة ما بتأثرش على جانب واحد، هي حرفيا بتدخل على جميع جوانب ايه حياتنا ممكن وتأثر فيها. يبقى تأثير المادي، غير ان انا علامة من العلامات ان انا عندي جرح؟ يعني لو انا بقى بقيس من الناحية التعاملي مع المال ان مم. انا بصرف بسرعة او عايزة اصفر حسابي، ايه تاني ممكن يكون علامة في علاقتها في بالمال، آه، ان الشخص مثلا ما يبقاش عايز يعلي اسعاره. اه. لو كوتش مثلا، انا حاطه الاسعار بتاعتي كذا وخايفه اعلي الاسعار. ليه؟ انا خايفه اعلي الاسعار فالعملاء تبعد، خايفه من ان هي تترفض. امم. فلو عليت اسعاري محدش هيجيلي، امم. فانا كده ده رفض بالنسبه لي. امم. فانا عشان خايفه من الرفض، هبدا إيه ابقى دايما
على طول مقلله مصغره كل حاجه، مصغره القيمه اللي بقدمها، بالظبط كده. او اللي انا شايفاه انه مناسب للقيمه اللي انا بقدمها، وهدي اقلل منه كمان، الباقي. هدي القيمه كبيره جدا والعائد المادي قليل جدا جدا. مم. لان الشخص اللي اتعرض للرفض هو بيدي بزياده علشان يتقبل. مم. فانا علشان اتقبل هعمل ايه؟ هدي قيمه زياده او هاجي على نفسي قوي مقابل ان انا هاخد مقابل مادي صغير جدا. ما برضو ده عدم اتزان واضح يعني. طب بالظبط. لو مثلا شخص يعني ما بيجيله فلوس كتير ولكن ما بيصرفش، ده ممكن يبقى جرحه ايه؟ فقد. فقد برضو. فقد. ما هو انا خايف اصرف ليه؟ انا عايز الحاجه تبقى موجوده يعني معايا الفقد ده بتحسسني بيدي بالامان. الاتنين الاكستريمز، يعني اما بالظبط. ما اصرفش خالص، اما اصرف بسرعه ومش عايز فلوس معايا خالص. بالظبط. ممكن يدي لا ده او طبعا ممكن يدي تأثير ده. كبير جدا. بالظبط كده. طيب ممكن كمان يعني لو هنتكلم عن جانب الشغل، كمان حد في شغله خايف يقول رأيه. الشخص اللي بيخاف دايما يقول رأيه، مم. فبالتالي هو يعني بيلعب على صغير دايما مع ان عنده قدرات عالية جدا، مم. بس بالتالي هو طول الوقت خايف يقول رأيه لانه هو شايف ان رأيه مش مهم بسبب برضه ممكن جرح زي جرح الرفض. مم. فما يقولش رأيه، يضيع فرص على نفسه، ترقيات، حاجات كتيرة بسبب ان هو خايف يترفض، فيقول رأيه فيتقابل بالرفض. لا، مم. خليني زي ما انا احسن، مقبول في وسط الناس اللي انا قاعد معاهم. خايفة اترقى اروح مكان تاني فالناس ما تقبلنيش فيه، لا خليني في وسط الناس اللي انا اعرفهم. فلا، مم. في فرص كتير جدا بتضيع في الشغل وبيأثر بشكل كبير جدا. يعني عارفة يا سحر، انت يعني عملتي سبوت لايت كده قد ايه الشفاء ده ضرورة أساسية ان احنا نعيش اصلا، يعني زيه زي الأكل والشرب، ان انا اكون اخوض رحلة شفائي من جروحي وصدماتي، هشافي جوانب كتير قوي قوي في حياتي حقيقي. وهوازنها. ليه بختار اكمل في الألم؟ يعني ليه بختار اكمل في الألم؟ يعني واضح جدا ان الجروح تأثيرها شامل في كل جوانب الحياة. ده حقيقي. مهم قوي 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 ان انا اخد القرار ده. طيب خدت رحلة الشفاء، ازاي اقدر احافظ بقى على النسخة الجميلة اللي تعبت كده في صناعتها وان انا اوصل لها، مم. جاية بتعب فعلا؟ مم. ازاي اقدر احافظ عليها؟ اكيد هقابل بعد كده تحديات وهقابل صدمات تاني وخذلان وحاجات كتير قوي. مم. ازاي، ايه اللي ممكن الادوات او العادات اللي انا اتبناها تساعدني ان انا كل ما اقع اعرف اقف تاني؟ العادات الهايلة اللي أنا من أول ما عرفتها وأنا ماسكة فيها على طول، وساعات إحنا مش طول الوقت بيرفكت وماشيين تمام، ساعات بتقع مني، بس هي أداة هايلة جدا: الكتاب. من اه. أعظم الأدوات اللي كلنا لو مشينا عليها حرفيا، لأن طول ما في حاجة بتدور جوه عقلي أنا مش شايفاها، مجرد ما بطلعها على الورق واشوفها ببدأ ألقط منها الرسالة. يعني دايما في حاجة دايما امم. بحب أقولها، إن 50% من الوعي بالمشكلة هو حل المشكلة أصلا. صح. مجرد ما انا وعيت بالمشكله 50% منها اتحل. ال50 منها امم. التانيين بقى محتاج مني اخد خطوات، امم. اما هيبقى مع متخصص او انا هقدر اخد الرحله بس هاخد وقت طويل شويه، خلاص ده قراري في الاول وفي الاخر. بس العاده دي مهمه جدا. العاده التانية: النفس. وقت حدوث امم. الصدمه الشخص في اللحظه دي كانه، عارفه الخضه اللي بيتخضها، كان في جزء من النفس يعني وقف في اللحظه دي. امم. فانا علشان تاني ارجع ادخل النفس حياه، فارجع تاني اتنفس، ولو هبتدي بدقيقه في يومي، امم. دقيقه واحده ابدا اتنفس. كلنا من كتر الضغوطات والحياه بنتنفس دايما من منطقه تنفس سطحي الرئتين، طبعا، من اه. فوق. لكن علشان اكون بتنفس صح انا محتاج احس بالنفس بيوصل لبطني، فده مع الوقت بيبدا يهدي مم. جهاز العصبي. مم. الحاجه الثالثه هو التقبل اللي احنا قلنا عليها. مم. هو انا محتاجه اتقبل الابس والداونز اللي انا هقابلها في خلال الرحله بتاعتي. ومش معنى ان لان انا وصلت زي ما انت كنت بتقولي على نموذج من حياتك الشخصيه، مش معنى انا وصلت ودرست وبقيت انا مش كوتش هخطأ. جامده ان انا مش هيحصل لي اي اختبار او تحدي تاني. ما الحياه بالعكس. كلها لغايه ما نوصل لنهايه حياتنا واخر يوم في عمرنا بنختبر ونمتحن. بالظبط كده. انت عارفه هي الرحله بتاعتنا هي عامله بالظبط زي جهاز رسم القلب كده، مم. فيها ابس وداونز. مفيش هتمشي على وتيره واحده الا لو شخص مش على قيد الحياه. مم. فانا محتاجه صح. اتقبل الاتنين، وقبولي للوقت بتاع الداون هو اللي هيرفعني على طول الاب تاني. على قد ما انا هكون رافضه الداون اللي انا هعيشه، هطول الفتره بتاعته. مم. عايزه اعديه بسرعه، اتقبله، هطلع على طول هاخد الدرس واطلع، وهيجيلي داون تاني اتقبله واطلع، وهكذا. مم. عارفه فكره ان انا اتقبل ان انا هيجيلي، يعني مش ان انا خلاص وصلت للنهايه، ده الفكره دي لوحدها مطمئنه.
يعني ما ت- بتخليني كاني بحصن نفسي وباخد وقايه من اي صدمه، لان مش هتصدم لان انا متوقعه، يعني اي حاجه بالظبط. متوقعه يبقى ايه الصدمه في كده. كان بالظبط. اول حلقه خالص تعريفك للصدمه انها شيء غير متوقع، طب ما انا متوقعه فمش هتصدم فعلا، هيبقى مم. تاثيره حتى ولو جيت حدي هيبقى تاثيره المينيموم تمام. بالظبط فده كده. جميل. طيب عايزاكي تنهي بقى للاسف، يعني انا مش عايزاكي تنهي بس هو للاسف مضطرين ان انت تنهي يعني حلقه النهارده، ودي كانت الحلقه الرابعه من رحله شفاء. عايزه بقى كلام ختامي كده من قلبك لقلب كل اللي بيتفرجوا علينا وبيسمعونا. استمتع بالرحلة بتاعتك، وخد كل ألم بتحسه الألم مش ألم اللي هو على وشك، لا، ألم بتحسه جواك أو أي مشاعر، خدها على إنها جزء من الرحلة بتاعتك، مش عدو ليك. لأن الألم الجسدي أو الألم الشعوري هو جاي يعني صديق ليك، حليف ليك، مش مم. عدو. فلو شفته بالمنظور ده، تأكد إن أنت هتعيش حياتك بسلام معاه. لكن لو شفته ان هو عدو، ده مش هيكون احسن حاجة. فاحنا في مم. ايدنا نختار ان احنا يعني نعيش بسلام مع الألم الجسدي او الألم الشعوري، علشان مجرد ما انا هعتبره صديق، مش هيعيش معايا على طول، ولكن هيجيلي هيوصل لي برضو الرسالة زي ما اتفقنا، وهياخد بعضه ويمشي، وهكذا. بس الحياة هتمشي. جميل 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 جميل، كانت رحلة عميقة وممتعة وصادقة. أنا صدقها وصلني جدا جدا واستقبلته، وكل كلامك كان مبسط، يعني مستحيل حد يتفرج على أي حلقة من حلقاتك يقول إيه الكلام الكبير اللي مش فاهم، مع إنه كلام متخصص جدا وعلمي جدا ومبني على أسس علمية كبيرة جدا، ولكن مبسط وسهل قوي. قربتي كل حاجة قلتيها لنموذج من الحياة عايشينه وبنعيشه أو عشناه أو شايفين حد حوالينا عايش الوصف اللي انتي وصفتيه. فرحلة الشفاء مش سهلة، ولكن هي ضرورة ومستاهلة، حقيقي. لأن النسخة المتشافية دي هي اللي عايشة الحياة اللي انت وأنا وكلنا محتاجين نعيشها وبندور عليها. حقيقي. شكرا ليكي بجد على وجودك حبيبتي معايا، شكرا. وشكرا لنواياك الجميلة، وبإذن الله تتجلى على أرض الواقع لكل قلب اتفرج علينا. يا رب، شكرا اللهم آمين. جزيلا. شكرا يا دي. خلصت حلقتنا وخلصت رحلتنا، نسيبكم على خير ونشوفكم على خير بإذن الله.